ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقة الكبدة المشوية بتتبيلة روعة. التتبيلة بتاعتنا النهارده جميلة جدا، والكبدة بقى معانا ولا هتنشف معاكي ولا بتشد، وهتبقى طرية جدا. تابعي بقى معايا الفيديو للآخر عشان تعرفي الطريقة الحلوة دي عملناها مع بعض ازاي، طريقة الكبدة المشوية. ولو أول مرة بتشوفي قناتي أنا مطبخ يسر، متنسيش تعملي اشتراك ولايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا هنبتدي ونشوف الطبق الكبدة الجميل المشوية ده عملناه مع بعض ازاي. اول حاجة هنا معانا كبدة مشوية، على نص كيلو كبدة المشوية هتحطي نص معلقة صغيرة من الكمون، فلفل اسود، وتحطي الملح حسب الرغبة، وتحطي بابريكا، وربع معلقة بس من الكزبرة. وهنضيف كمان توم باودر نص معلقة، وبصل باودر. وطبعا احنا هنا هوت الكبده طبعا احنا ما عملناهاش ولا توم ولا ميه بصل ولا حاجه كده، ما تتحرقش بقى معاكي وتبقى فيها حاجات محروقه وتبقى جميله جدا معانا. وضفنا البصل البودر، وهنا لو متاح عندك بهارات الكبده برضو هنضيف نص معلقه صغيره، وهنا معلقه خل كبيره. وهنضيف هنا هوت ليمون زي ما انتوا شايفين كده، هنعصرها عليها ليمونة يعني كده هتتعصر عليها. وبعد كده هنضيف بقى عليها كمان يعني المفروض ان هي في الاساس ان احنا هنضيفه عليها كاتشب، بس انا ما كانش عندي الكاتشب، كان عندي بابريكيو، فقلت مش مشكلة هحطها. واحط هنا معلقة كبيرة من المستردة ومعلقة كبيرة كده من البابريكيو، او لو متاح عندك ضيفي الكاتشب، بيدوها طعم جميل جدا وريحتها بتبقى فظيعة وتبقى طرية جدا معاكي. جربي الوصفة دي النهاردة كده بتاعتي بالتتبيلة الحلوة دي، وهتشوفي احلى كبدة مشوية هتاكليها في حياتك. بصي هنقلبهم بقى كويس جدا كده، ولو حابة بقى انت هتحطيها في التلاجة تاخد من التتبيلة كده شوية، ممكن مستعجلة عليها مفيش مشكلة، هنعملها مع بعض على طول، مفيش اي مشكلة. هنا بقى في شواية كده او في طاسة او في جريل اي حاجة عندك، وتدهنيها كده بالزيت وتسخن كويس. وبعد كده نضيف بقى الكبدة كده زي ما انتوا شايفينها، وانت بقى بتحطيها كده برضو تحاولي ان انت تبقي فردها عشان تتشوى كلها كده وتبقى حلوة معانا. هضيف بقى كل كمية الكبدة. طبعا لو الطاسة او الجريل او اي كان يعني اللي انت بتحطي عليه ما مش كبيرة معاكي، ممكن بقى تعمليها على كذا مرة، تشويها على كذا مرة، مفيش مشكلة. هنا بقى انا اخدتها كده معايا كلها، بصوا هنا اخدت بقى لون كده هوت على اول وش. هقلبها بقى على الوش التاني، بين كل وش ووش كده من دقيقتين لا او ل3 دقايق كده هوت تعمليها اهي. قلبناها كده، هستنى بقى عليها لحد ما تاخد بقى برضو وش الشوي الجميل بقى دلوقتي. وهتفضلي يعني طول ما انت واقفه تقلبيها من الناحيه دي من الناحيه دي كده يعني كل دقيقتين كده اهوت عشان تاخد معاكي الوش الشوي الجميل ده كده زي ما انتوا شايفينها. بكده خلاص الكبده بتاعتنا خلاص المشويه تبقى جاهزه تمام كده. والنار يعني حاولي ان انت تبقي يعني خليها وسط، ما تبقاش عاليه قوي. بس انا بصراحه في الفيديو هنا كنت معليه، كنت مستعجله، فعشان كده بقى الشكل اللي انتوا شفتوه في الشوايه دوت كده. بس كده. وبعد كده بقى بحب ان انا اضيف بعد اي حاجه يعني كده بشويها، اضيف فلفل الوان او فلفل اخضر، او ممكن لو حابه برضو البصل حلقات كده، وبترشي عليهم كده هوت رشه ملح بسيطة كده يدبل معاكي بسرعة، وبيبقى طعمه كمان جميل. وبنزين بيبقى طبق الكبدة كده زي ما انتوا شايفين، وبرضو بتاكليه بيبقى الطعم برضو مع الكبدة حلوة قوي. وكده خلاص طبق الكبدة المشوية بتاعنا النهاردة يبقى جاهز معانا اهو. بصوا شكل بقى الكبده ما اخدتش معانا وقت، والبهارات بتاعتنا النهارده حلوه قوي وسريعه جدا مع الكبده. بصوا لونها من الناحيتين، وبصوا اتقطعت معانا بكل سهوله وطريه جدا، ولا نشفت ولا اي حاجه. تجربوا بقى ان شاء الله الطريقه ديت، وتكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي ايه رايكم فيها. ولو وصلتوا بقى معايا لاخر الفيديو ما تنسوش تعملوا الاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس، واستنوني بقى في فيديوهات كتير. مع السلامه.